إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فيتمتعون في تلك الجنة وما زال النعيم يتوالى عليهم بينما هم في تلك السرر وعلى تلك المتكئات، إذا بضوء قد أقبل من ناحية الغرفة. يا له من ضوء عظيم، يا له من نور أضاء هذه الغرفة، يا لها من رائحة جميلة ملأت هذه الغرفة، ملأت هذا المكان الجميل. إنها حوريتك، إنها الحور الحسان التي خطبتها في هذه الحياة الدنيا، تدخل عليك فتملأ الغرفة نورا وجمالا وريحة طيبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لو اطلعت حورية من حورية الجنة على الدنيا لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. الله أكبر، هنيئا لمن خطب الحور الحسان. يا أيها المسلم، يا أيها الشاب، يا من فتنت بنساء الدنيا، فإن لك في الجنة ما لا عين رأت، لك في الجنة حور حسان بيض حسان جميلات متحببات متبعلات لزوجهن، تحبه وتتودد إليه، لها من الجمال ولها من الصفات ما لا يستطيع أن يصفه الواصف. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يمسها يد لامس لا من الجن ولا من الإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان من شدة جمالها وبياضها. ترى صفحات خدك على وجهها يرى مخ سوقها من وراء اللحم. اشتاق أحد من التابعين وهو يقرأ القرآن الكريم وينظر فيما وصف الله من الحور الحسان، فقال هذا التابعي: اسمع أيها المسلم، اسمع يا من تسمع نعيم الجنة ولا يهتز قلبك ولا تشتاق نفسك إلى ما أعده الله لك في تلك الجنة. هذا رجل من التابعين اشتاق إلى حورية من حورية الجنة، فقال: سأخطب حورية من حورية الجنة أقرأ القرآن 30 مرة، لأن الحور الحسان لا يمكن أن تمكن نفسها إلا من رجل يعمل الأعمال الصالحة. فهذا الرجل قرأ الختمة الأولى، ختم القرآن من أوله من فاتحته إلى خاتمته، قرأ الختمة الثانية الثالثة الرابعة حتى بلغ 29، التحف في لحافه ثم نام. قال: فرأيت في المنام أن حورية مثل الشمس جاءتني وركضتني برجلها. الرجل تعب من القراءة، التحف وقال: سأستريح. فرأى في المنام أن حورية جاءت وركضته برجلها وقالت: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عني حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. تريد أن تخطب كواعب أتراب وأنت فاتر من طاعة الله، وأنت لا تصوم شهر الله المحرم، وأنت لا تصوم يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا تصوم شهر رمضان، وأنت مفرط في قيام الليل، وأنت متساهل بالصلوات، وأنت عاق لوالديك، وأنت تعمل المعاصي والسيئات. إن الحور الحسان مهرها في الدنيا طاعة الله، إن الحور الحسان مهرها في الدنيا حفظ كتاب الله. أين حفظة القرآن؟ أين من يتلو القرآن؟ أين من يحب الحور الحسان؟ مهرها في الدنيا بطاعة الله. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السير منك على الأجفان. أسرع وجد السير جهدك، إنما مسراك هذا